هلا انت قلت لي شيل الاسد على طرف وشيل الجولاني على طرف، خلينا نحكي كانسان علوي او كانسان سني، يعني كمذهب علوي او كمذهب سني. انت عم تسالني اليوم على الدين وعم تسالني على الطائفه. هل شفت بحياتك انت بمقصد في كلامك مشان نحطها هيك على طبق من ذهب او نحكيها على مشرمحي انه يا اخي السني ممكن يفوت على الكنائس يدمرها، لكن انت بعمرك شفت علوي فات على الكنيسه دمرها؟ طب سجل عندك هاي المعلومه وتعلمها. اول حادثه تدمير كنيسه وحرق كنيسه القيامه كانت على ايد الشيعه. السنه ما عملوها، بس الشيعه عملوها ايام الفاطميين، راحوا وضيقوا على المسيحيين، اجبروهم انه يلبسوا لباس مختلف، اجبروهم ينزلوا على الشارع. لما واحد مسلم شيعي يمشي على الرصيف لازم المسيحي ينزل بالشارع، وحرقوا كنيسه القيامه. وبسبب هي الحادثه واتخذوها وقت الصليبيين الحجه انه هن يهجموا على القدس ويخلصوها من المسلمين. فلا تقعد تحكي لي في المذاهب، لانه اذا بدك تحكي في المذاهب صدقني ما راح الموضوع يعجبك كثير. انت عم تحكي مع شخص دارس تاريخ، انا دارس تاريخ ماني جاي من الشارع. ما عندي اي شغله. الشغله الثانيه هلا رديت عليك وانتهيت. موضوعي انا موضوع ثاني، انا عم بحكي عن بلد يلي لا تواخذنا في هالكلمه، معلش لا تزعل منا. العلويين كانوا جزء كتير كبير بتدميره، هذا الواقع، انا ما عم بسبك، هذا اللي صار، يعني هذا اللي صار بصراحه. انتم كنتوا جزء كتير كبير من التدمير، انتم كنتوا جزء من الآلة الأسدية اللي حكمت البلد، انتم كنتوا حطب هاي الحرب اللي صارت في سوريا، انتم كنتوا حطب 14 سنه بقاء بشار الاسد. هلا تبريتوا منه بشار وما بغى يعنيكم. هلا بشار صار، يا اخي انسوا بشار. هلا بدك ايانا ننسى بشار؟ بدك ايانا ننسى لما طلعتوا قلتوا يسقط ربك وما بيسقط بشار؟ لما طلعتوا ضربتوا الناس وهنتوا الناس بشان بشار؟ لما علونتوا الجيش واخذتوه لكم صار تحت سيطرتكم واخرجتوا منه جميع الاقليات، جميع الناس منه بالسيطره. انا عم بحكي ها، انتبه، ما تجي تقول لي كان في كثير سنه، كان في كثير سنه وكان في كثير مسيحيه، بس ولا واحد منه له كلمه، ولا واحد. اعطيك هلا رؤساء الامن العسكري في سوريا من اول ما تشكل لهلا كلهم علويه، كلهم كانوا علويه، والامن السياسي كلهم علويه. بعدك على المخابرات الجويه ما حدا بقرب عليها، مخابرات جويه ما حدا بقرب عليها غيركم. فلا تقعد تقول لي الله يخليك يطلع واحد يقول لي نحن اخوه ونحن ايد وحده، وبعمرك شفت مشكله بين علوي ومسيحي؟ اللي عم يحكي معك انسان وطني مسيحي بس وطني، بيعنيه وطن يلي انت ما بيعنيك. والدليل هلا بعد ما راح بشار الاسد وما ضليتوا بالسلطه، صار بدكم اقليم، صار بدكم تحكموا حالكم بحالكم، احكموا حالكم بحالكم، بس بعد ما تتحاسبوا، بعد ما نحاسب المسيء منكم والغلطان منكم، سلمونا المسيئين عندكم مشان نحاسبهم. في عندنا كثير عالم راحت، في عندنا شهداء، في عندنا بلاد تدمرت. مين قصف حلب بالطيران؟ مين قصف الشام بالطيران؟ مين قصف حمص بالطيران؟ ولا ان كان عندهم طيران؟ لكن الطيارين كانوا علوي. فلا تقعد بيض علي الله يوفقك. انا ما عندي مشكله مع مذهبك، على هو تعبد المفتاح، مش بدك عبود، انا بالنتيجه ما بيعني لي. انا بالنسبه لي ديني مكشوف ما مخبى بالاخير. يعني انا ماني باطني بالاساس، انا كمسيحي انا مش باطني، انا زلمه. سيد المسيح بالنسبه لي هو واضح، كتابي واضح وكل شيء واضح. لكن لما انت اليوم تقعد عم تنتقد السنه بشكل ما او باخر، انه شوف السنه هن من كويسين، نحن احسن منهم. سوريا على ايام حكم السنه قبل ما يجي حافظ الاسد كانت جنه، كان فيها برلمان، كان فيها تعدديه حزبيه، كان حتى النساء ينزلوا بالجيب بالشارع. اذا هذا هو مقياسك التطور والحضاره فانا عم بشرح لك اياه. لما جيت انت واستلمت وعلونت الجيش بهدلتنا، صار الجيش ما له جيش وطني، صار جيش يتبع لكرسي. والدليل انه الجيش ما دافع عن وطن وشعب، دافع عن كرسي ودافع عن قائد. نسيتوا ايام لما كنتوا تشبحوا على العالم باللاذقيه؟ انا درست بمدينه اللاذقيه وشفت تشبيحكم على العالم، وقبل الثوره شفت تشبيحكم على العالم شلون، شفت شلون كنتوا تشبحوا على الناس باسم العلويه، شفنا هذا الشيء. وبيجي هلا واحد بيقول لي بدنا نعمل مجلس عسكري، بدنا اقليم علوي. على اي اساس؟ نحن اذا بنحسب هلا بالعدد والتعداد نحن المسيحيه اكثر منكم، نحن بحق لنا نحكم الاقليم، ليش انتم لا تحكموا؟ على اي اساس؟ يعني انتم اليوم متخيلين انه انتم قادرين في شخص سوري عاقل بيسلمكم تجربه حكم بعد اللي صار؟ يعني انا ما عم بستوعب انتم شلون عم تقدروا تطالبوا في هذا الموضوع يا زلمه. شلون ما بتخجلوا تقولوا بدنا نحكم شيلك؟ حتى دكان ما بتسلموا انتم. شلون بدك يعني انا اليوم اقبل فيك؟ ما عم بستوعب. بعد تجربه 54 سنه دمرت البلد، شلون اسلمك بلد مره ثانيه؟ ما عم بفهم. حتى اقليم ما بسلمك انت. لا انت ما بدك اقليم بعيد عن السنه، اوكي يحكموا غيرك، يحكموا كردي، علوي، عفوا مسيحي، درزي. انت لا، لانه الكردي لما استلم اثبت وطنيته الزلمه يوما ما، والدرزي والسني والمسيحي كلهم حكموا الا انتم. لما حكمتوا لا، بدكم البلد كلها لكم. في انسان عاقل بيسلمكم مجاني؟ كنتوا قلبوها اشتراكيه والعميد الفلان وخالتي بالبحوث العلميه. ما بتتسلموا، يا والله ما بتتسلموا.